شرف احتضان مباراة مصر والجزائر الفاصلة، لكن بعد أن حسمت هوية المتأهل لكأس العالم دار الحديث حول اعتداءات تعرض لها الجمهور المصري في الخرطوم. خالد عز الدين مراسلنا في الخرطوم يضعنا في صورة الموقف. مع إعلان صافرة نهاية مباراة مصر والجزائر، اعتقد السودانيون أن المباراة أصبحت ذكرى حلوة يتونسون بها في مجالسهم، ولكنهم اكتشفوا أن المباراة قد بدأت بهذه الصافرة وأنهم أصبحوا طرفا أصيلا فيها، وذلك بعد الحملة الإعلامية المسيئة للسودان عبر الفضائيات المصرية، والتي استدعت على إثرها وزارة الخارجية السودانية السفير المصري معبرة عن احتجاجها، وعقد مدير شرطة ولاية الخرطوم مؤتمرا صحفيا. بعد المباراة كل الأجهزة قامت بأدوارها بتنسيق كامل وبكفاءة عالية، مما أدى لخروج الناس من الاستاد، ودي الحتة اللي كانت خطيرة في انك انت ما تحدث احتكاك بين الفريقين بعد او بين جماهير الفريقين بعد نهاية المباراة. الكاميرا العربية التي تجولت في شوارع العاصمة وملعب المباراة قبل اللقاء بساعتين ونقلت الوضع الأمني الهادي، تجولت اليوم في الأماكن التي تحدث الإعلام المصري عن تعرضها للحصار والصدامات الدموية. ما حصل احتكاك بالايدي ولا زول الضرب ولا شيء، هو حصل احتكاك بس بالفاظ خارجه، شتيمه بس بينهم وبين الشباب اللي موجودين عندنا هنا. بعض التجاوزات حصلت، بس الحمد لله الامن السوداني سيطر على الواقعه حصلت امبارح، وكل واحد طبعا احنا قفلنا المطعم لعدم تجاوز اي شيء بعد كده، والحمد لله رب العالمين. النهارده برضه فتحنا المطعم تاني واشتغلنا، وبنحاول بقدر الامكان ان احنا نقابل الجزائريين بروح برضه واحترام. في بعض من الجزائريين اساسا هم مغادرين الى المطار، طلعوا من الشارقه وجوا استاجروا تاكس من قدام الفندق بتاعنا هنا فندق الدوحه، فاثناء اتفقوا هم في واحد طلع شافهم بس وجا راجع، ادعى طوال اتصل احد منهم اتصل بالقاهره قال انه الفندق محاصر من الجزائريين، وهذا كلام غير صحيح. الشارع السوداني الذي ساندت أعداد كبيرة منه المنتخب المصري تفاجأ بالإعلام المضاد بعد المباراة لتخسر مصر أنصارها خارج المستطيل الأخضر بعد أن خسرت أمام الخضر في الملعب. خالد عز الدين.